متابعين شلونكم؟ صحتكم يا رب تكونون بخير. نبدي روتينا ان شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد، وراح اسوي طريقة الطرشي. طبعا الطرشي هذا اما ياكل بيومه، يعني ما يعتاز ليوم او يومين او ثلاثة، يعني خلينا نقول الكبسة، او ثاني يوم ياكل. اللي يحب الطرشي وشغلة سريعة. وهنا متابعين راح ابدي اقيسن الخل. راح اخذ 4 أكواب او 5 أكواب من هذا، اعادله بنفس القياس المي. هاي صار عندي كوبية من هنا، اضيف من هنا 4 أكواب خل. راح اضيف 4 مي نفس القياس مال الخل. عندنا رابع كوب مال مي، صار عندنا 4 خل و4 مي. اضيف هنا ملح الخشن. طبعا انا افضل ملح الخشن يعني البحري مو الناعم، ذاك اخاف مضاف ليود وذن الامور، فراح اخذ ملعقتين مليانات. اضيف هاي المواد كليتها على النار، من يبدي يغلي اكمل المواد كليتها خطوه خطوه قدامكم. هنا طبعا عندي الخيار اني غاسلته ونشفته، راح ابدي اسوي فتحه مو هواي لان الخيار اللي عندي طبعا ناعم، مجرد يدخله الخل والملح او الثقبوا، هذا طبعا شيء اختياري لكم. هاي الطريقة بالحالتين هو يصير. وهنا طبعا عندي الفلفل الاخضر، هم ابدي اثقبه بهاي الطريقة. مثل ما قلت لكم طرش سهيل واكل يومي، يعني ما يراد له الكبسة فد اسبوع او 3 ايام او 4 ياخذ وقت. هنا غاسلته ومقطعته بهاي الطريقة، وعندي هذا الجزر بهاي الطريقة. وطبعا غبت عليكم هاي الفترة ما قاعد انزل فيديوهات، ملتهي طبعا بالمدارس والامور تعرفون انتم هاي الفترة. فهاي كملته وهذا كملته، بس ان شاء الله يغلي عندي الخل اللي خليته على الطباخ، فراح اكمله كليته. واتمنى تفاعلكم بالقناة، طبعا كلش قال تعليقات ماكو، فانتوا دائما يعني حتى من اغيب يومين 3 طبعا تجونا على انستا تكتبون خاله وين شو غايبه ماكو، او تردون اكلات تسالون عنها. دائما اني متواجده على انستا اكثر شيء، فاتمنى تفاعلكم بالقناه. بعد ما غلى عندنا اول غلو راح اضيف الجزر، ما اخليه هو يستوي يعني 5 دقائق وارفع عن النار، واضيف هدول القرنبيط. اخذ عندي وقت 5 دقائق، وراح ابدي اصفيه عن الخل يمن يبرد. خلي انا كتر من يبرد راح اضيف هسه القرنبيط. اضيف القرنبيط مثل ما قلت لكم فوره واحده، وانزل القرنبيط اخليه 5 دقائق هيك اقل. عندي هنا بس ياخذ له 5 دقائق ثم ارفع عن النار. وهنا اكتمل عندنا، وبهاي الطريقه ما اخليه يستوي زايد، هم راح ارفعه عن النار. خيار هم ما اخليه يستوي زايد، مجرد بس ياخذ يعني كفايتي ارفع عن النار. يبقى عند الفلفل اللي ما يتحمل اخليه بالاخير. وهنا هم اكتمل عندنا راح ارفع عن النار. يدخلوا يستوي زايد، عم يظل الخيار مقرمشة ومحافظة على شكلها. واخر شي راح اضيف الفلفل، يخاف ما اضيف شيء صيح، فهم راح استوي زايد، بس ياخذ عندي شوية استواء ارفعه، لان هاي المواد كليتها تعرفوها ما تتحمل نار عالية. هنا طبعا اكتمل عندنا الاستواء، راح ارفع عن الخل واخليه يبرد. فالمواد كلها لسه تدوها، وان شاء الله راح تتوفر المواد هي طبعا مال الالماس وذن الامور. فهم راح انزل لكم نوع طرشي هم سريع وما يعني ياخذ وقت. طبعا هنا كملنا المواد كليتها، ستوناها ورفعناها عن يعني النار، فراح هسه اخليها تبرد.
فما يصير اكبسها وهي بعدها حاره. وهاي المواد العفو الخل والمي اللي سوينا اللي سلقناه فراح نخليه يبرد، وهم نضيفه بعدين نكبس الطرشي. فراح نخلي المواد كليتها تبرد، ولما تبرد المواد كليتها فراح ابدا اكبسها. ودائما اقول لكم انا الطرش نظافه بالبيت افضل، وكل وقت يعني سووا، مو الا تسوون كميات هواي وتخلوه. وان شاء الله ارجع اكمل لكم اياه. هنا متابعيني بعد ما بردت المواد كليتها عندي فراح ابدي اكبسها. هنا طبعا عندي البطرمان اما يسموه الدبه عندي. هنا قاستها مي وملح خشن، معقمتها مي وملح، وهذا طبعا الملح الخشن مبين. راح اضيف المواد. راح اخلي بعد عليه الخيار. طبعا مثل ما قلت لكم ترى انا ما مسكته كامل. الضيف من عنده قليل طعم كلش طيب. طبعا جربوا هاي الوصفة للطرشي، طبعا راح تفيدكم ونظيف في بيتكم يصير مواد موجودة. هاي يحتاجها بس التنفيذ. الخضروات كليتها بهاي الطريقة. وهنا عندنا نضيف ثوم العجمان، وهنا عندي النعناع مجفف، طبعا انا مجففته. وهنا عندي بهارات الطرشي، وهنا عندي الكزبرة. هاي المواد نضيفها تعطي نكهة بالطرشي كلش طيبة. نفس ما قلت لكم اللي ستون بيه الخضروات راح ابرده وهم ارجع اضيفه على الطرشي. طبعا ما اقول لكم الريحه اللي صارت بالمطبخ كلش طيبه. واخر شي راح نضيف باقي الرز. وهنا اكتمل عندنا الطرشي كليته. محتاج خل فراح اضيف نعم يصير المي لازم العفو الخل لازم يصير اكثر من المواد، خاطر ما راح يبدي يعفن عندكم. الطرشي شويه يعني صعبه، رادلها نظافه، رادلها اعتناء، لان عمودي يظل عندكم فتره طويله. او هاي مثل هاي الطريقه، او تقدرون تخلوه بالمطبخ او تقدرون تخلوه بالثلاجه. انا عادي هسه كملنا المواد كليتها ورتبناها. راح ابدي اغلق. اليوم انا راح اخليه يعني احتاج اخذ من عنده، راح اخليه لثاني يوم. اكو ناس يعني طلع من عنده تاكل تضيف عليه دبس رمان، هذا غلط، لا تضيفون فوقه. اذا تريدون تاخذون اخذوا عليه كتر وضيفوا له دبس رمان. دبس الرمان يتلف الخيار صراحه يعني. هاي المعلومه يعني لازم تعلموها، يعني تفيد. يسوون الطرشي بالبيت الامور، فهاي المعلومه كلش تفيدكم. فهسه انا هنا ما خليت طبعا لا صاص ولا دبس رمان ولا اي كل شيء. من اريد ان هسه مثلا اخليه اليوم ليله كامله، اقدر انا عادي هسه اطلع من عنده واكل. بس انا اريد يعني شنو المواد كليتها اذب المونه مالتها تتجلس يا الله. فيوم الثاني يعني ان شاء الله اخليه دبس التمر، دبس العنب اذا عندكم عادي. صباح الخير متابعين، شلونكم؟ صحتكم يا رب تكونوا بخير. طبعا اكتمل عندنا طرشي ظل ليله كامله. هسه راح افتح لكم اياه طبعا واراويكم اياه. هنا راح ابدي اصب لكم من عنده، والريحه مالته والله ملت البيت نلي. القرمشه مالت الخيار.
طبعا هنا اللي يحبون الطرشي الحامض طعمه كلش طيب، او تقدرون تسوون بيه حلا راح تضيفون دبس التمر، ما يصير تضيفوه فوق الكمية اللي سويتها اني، كل ما تردون تاكلون ضيفوا عليه. اذا تردون مثلا دبس العنب مثل ما قلت لكم، دبس الرمان يصير، بس ما يصير يعني فوقه، فخلوه على القرمشة مالته افضل. وهنا طبعا راح يصير الطعم مالته حامض حلو، وقلت مثل ما قلت لكم نريد على الحموض يعني بقيني حفله، اما احنا لا نحبه يعني حامض حلو مدبس هيك يعني نسوي، فما راح اضيف على الدبه كليته، فراح اضيف كل ما اريد ان نستخدم من عنده اصبه واضيف فوقه. ويا رب ينال اعجابكم، سهمنا وسهمكم.